ولدينا عبد الرحمن صالح نبزة مع ياسر الشمري وزياد الغامدي. هذه فترات وهذه محاولة الآن تصل بعرضية بتمريرة أولى من جانب الفريق الضيف الهلالي لكن يبقى أكثر اللاعبين خبرة في أرضية الميدان. حارس مرمى الفريق الاتفاقي، كرة عند قائد الفريق الهلالي تصل عند جرموش في محاولة يكسب من خلالها ركني الهلالي في وسط الميدان. أخر صهيب، قطعت الكرة من أمامه لأن القرار كان متأخر من جانب صهيب في الكرة الماضية. لم يتخذ القرار سواء كان صحيح أو غير صحيح. الهلال طبعا أقصى الجهة اليمنى عند زياد الغامدي. زياد يمرر في كرة وصلت عند عواد دهل، مطالبة بلمسة يد لكن اللعبة مستمرة تعود إلى عواد. عرضية هذه المرة ناجحة لكنها بعد أن نجح في المرور الأول أنه يدخل العمق أكثر. لكن عموما كرة الآن ترسل وسباق وخطأ. لؤي تأخر، لؤي فضل أن يسدد بنفسه لكنه في النهاية أصحاب المراكز من الأول حتى الثاني عشر للمرحلة القادمة لتكون من خلال ملحق. تمريرة من حسن مسلم إلى أقصى الجهة اليمنى لجلال، يرسلها طويلة إلى عبد الحكيم. استعادل يعود إلى صدارته بينما الهلال مطالب بالانتصار ولا غيره. يقود الهجمة إلى عواد دهل، عواد والعرضية عالية لكن مشعل الداود ينجح في قطع هذه الكرة العرضية الخطيرة من جانب الفريق الاتفاقي. الاتفاق يضغط بكل ما أوتي من قوة، أكيد سيترك مساحات لكنه مضطر للبحث عن تقليص الفارق. إلى حسن مسلم، حسن يعيد الكرة إلى عواد، عواد يصر ويلعب العرضية. عواد من جانب الفريقين شاهدنا تبديل وحيد كان بدخول عبد الله الدوسري بالنسبة للفريق الاتفاقي. خير الله انطلاقه، لا يوجد خطأ، حكم يفضل استمرارية اللاعب دائما، هذا يعطي سرعة. لم تظهر هذه الأخطاء في الشوط الثاني لكن الآن مع الوصول للدقيقة 60 ساعة كاملة من اللعب فيها 3 أهداف للهلال، هدف للاتفاق. هذه الركنية في محاولة اتفاقية، تلعب العرضية على القائم الأول، تمر من الكل، ما زالت تسديده، جول! هدف الثاني للفريق الاتفاقي، لم يتأخر في لعبة إلى العميسي. العميسي يمرر، حريرية إلى صبري، إلى تسديده، اوه ولعت ريان. ممكن شوف هذه الإعادة المهمة والمصيرية في كرة تصل بعد ذلك بالجهة اليمنى. مباراة تعطينا مؤشر على مكان مهاجم في الرغبة الكبيرة في تعديل النتيجة مع تبقي 5 دقائق، وهذه انطلاقة وعرضية ولقطة وإبعاد، وخير الله يقوم بالأدوار الدفاعية في كرة تعود مرة أخرى من جانب صبري، عرضية صبري عالية ورأسية ولا أروع من جانب جديد في الجهة اليسرى. في الجهة اليسرى نفس جديد